السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا للفيديوهات وباش نبداو معاكم مشوار كأس العالم بإذن الله. باش نغطيو كأس العالم. شفتوا الديكور حضر الحمد لله في وقته. اليوم أول فيديو والأكيد ما نجموش نبداو نحكيو على المونديال قبل ما نبداو نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، التحضيرات والجو العام وبرشا تفاصيل. ابونيفو في الشان، فعلوا جرس التنبيه باش يوصلكم فيديوهاتنا اول باول. هذا سعيد وحلقه جديده من شويه مونديال. عسلامة. شفنا اليوم تقريبا 90% من المنتخبات خرجت القوائم متاعها. ثم منتخبات ابدعت في تقديم القوائم كما منتخب الدنمارك، منتخب الاوروغواي اللي شفتم الحقيقه حاجه ممتازه جدا. شفنا المنتخب الفرنسي كيفاش قدم القائمه متاعها، والاكيد في كل قائمه ثم اللي بور وثم اللي كونتر. ثم ناس تصور اللي ثم ملاعبية ظلمت، ثم ناس تقول هذيك القائمة. لكن في هذا الكل شفنا قوائم المنتخبات الكل، حتى إذا كان ثم أسامي ما جاتش ولا أسامي ما قامش استدعائها، لكن الناخب الوطني يكون سير من روحه، يخرج يفسر يجاوب على الأسئلة الكل، يكون بريزون ويعمل ندوة صحفية كبيرة يكون فيها الاختيارات. لا تسمع إشاعات، لا تسمع تسريبات، ما تسمع حتى إنسان يحكي على قائمة قبل لا تخرج. كان في تونس تقريبا عندنا كرة كومبليتمون ديفيرون على الكرة الموجودة في العالم. اليوم 3 حراس ولا 4 حراس. اليوم القوائم قاعدة تتسرب، ملاعبية تتحط وتتنحى حسب الضغط وحسب المصالح. تقريبا المنتخب الوطني التونسي الوحيد اللي يعيش في الدوامة هذه. هذا يرجع لشنو؟ على خاطر الناخب الوطني اليوم ما عندوش ثقة في روحه. الناخب الوطني اليوم ماهوش هو اللي قرر. اليوم قناعة ترسخت عند الشعب التونسي الكل اللي القائمة ماهيش تتعمل بأمور فنية، وإلا شكون اللي يستحق يكون موجود فيها. قوائم اليوم تتعمل بالمحاباة، قوائم اليوم تتعمل بالترضيات. اليوم ضغط كبير على الناخب الوطني، ضغط كبير على الجامعة، ضغط كبير من الجمعيات ومن الجمهور على الملاعبية. هذاك علاش وصلنا للمرحلة هذه. القائمة تقريبا آخر عباد ربي باش نخرجوها، ماناش عارفين رواحنا باش نمشيو ب3 حراس وإلا 4 حراس. وحكاية ال4 حراس بدعة جات كان للمنتخب الوطني التونسي ريان كو باش نرضيو إكس وإيكغيك. اليوم بلال عيفة موجود، بلال عيفة تنحى. اليوم براون موجود، ما هوش موجود. اليوم تقريبا هذا الكل صاير علاش؟ خاطر باش نرضيو برشا ملاعبية، باش نرضيو ملاعبية بعينهم. خلينا نحكي الكام تاع ياسين مرياح. اليوم شفنا استدعاء ياسين مرياح اللي ثم اجماع على الشارع الرياضي الكل اللي ماهوش حاضر وما يستحقش يكون موجود في المنتخب الوطني التونسي. اليوم استدعاء ياسين مرياح نجر عليه غياب الدبشي. كيف اليوم وجود ياسين مرياح خلى الشوا ما بين بلال العيفة وما بين ديلان براون، رغم ان الزوز لازم يكونوا موجودين ويستحقوا يكون موجودين. بلال العيفة كما ديلان براون بالرغم الاخطاء وبالرغم كل شيء صاير، لكن اليوم ينجموا يكونوا موجودين. لكن اليوم جلال قادري حسب التسريبات لازم يختار ملاعب واحد فيهم باش يخلي ياسين مرياح في القائمة. شفنا اليوم قداش من المشكلة صايرة في المنتخب الوطني التونسي ريان كو باش نرضيو السيد ياسين مرياح. ما فهمتش شنو هو السر على الإصرار متاع وجود ياسين مرياح في القائمة. اليوم شفنا حاجات هذوما الكل تخلي تقريبا المنتخب الوطني التونسي عايش في عزلة. المنتخب الوطني التونسي مشى التربص في السعودية، كان جات الدنيا راه المنتخب الوطني التونسي هنا يخرج من الطيارة بتونس مع الجمهور مع الناس الكل تصفق له وتدز معاه إذا كان جات الأمور واضحة وإذا كان جات اللي يستحق يكون موجود. لكن المنتخب الوطني التونسي للأسف اليوم مشى للسعودية ومن السعودية باش يمشي القطر وما ثم حتى دعم. خلينا على الأقل نقولوا لحد اللحظة هذه وفي الشارع التونسي ما ثماش دعم كبير للقائمة، خاطر الناس تحس بالظلم وتحس برشا اختيارات الحقيقة ما هياش مقنعة جدا. اليوم القائمة تقريبا 95% من المنتخبات خرجت القائمة متاعها كالمنتخب الوطني التونسي. اليوم لحد اللحظة وحد اليوم نسمعوا في التسريبات وشكون باش يتزاد وشكون باش يتنحى وشنو مش عارف شنو. ذيك علاش ما فهمتش انا شنو. اسكو جلال القادري عنده فكرة من الاول؟ اسكو جلال القادري عنده
القائمة متاعه اللي باش تخليه يخدم بالمنظومة وبالتكتيك اللي يخدم فيه، ولا جلال القادري يستنى في التعليمات متاع دقيقة 90 ونجسوا ونبض ونشوفوا شكون ينجم يعاون، شكون يجي، شكون اللي عنده صحافة وفيسبوك وناس تدز معاه، شكون اللي ما عندوش. اليوم القائمة بجلسة نبض نسربوا ونشوفوا الرياكسيون متاع الببليك والرياكسيون متاع الجمعيات وكذا، واترافير هذاك نصلحوا ونرقعوا ونعملوا. كان جات الدنيا دنيا راهو القائمة متاع المنتخب الوطني التونسي راهي مسكرة عندها نهارين ولا ثلاثة، ورانا اليوم عرفنا رواحنا وشفنا شكون الملاعبية اللي تستحق. لكن للأسف في كل تظاهرة نفس الموضوع ونفس المشاكل تتعاود. شنو رأيكم اليوم انتم؟ اسكو اليوم تحس المجلل القادري قاعد مسيطر على القائمة، هو اللي قاعد يعطي في القائمة، وتحس ثم ترضيات وثم ضغوطات على جلال القادري؟ هذا باش يأثر على مردود الملاعبية والمردود العام تاع المنتخب الوطني التونسي. واليوم انت في ظل هذايا الكل اسكو قادر تشجع المنتخب هذايا؟ خاطر الحقيقة عندي احساس المنتخب هذايا ما هواش يمثل في الشعب الما فيه ظلم وترضيات. ذلك كان على اليوم افونغو للمونديال حكينا على المنتخب الوطني التونسي. نرجع باكثر تفاصيل على برشا منتخبات اخرين خاصة المنتخب الوطني التونسي. اقعدوا معنا، ابونيفو في الشان وجمل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.